عسلامة البنات، شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير، وان شاء الله رمضانكم مبروك، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. اليوم جبت لكم تحلية رمضان اللي هي اليويو التونسي، حاجة سهلة كالعادة ومقدور عليها، كل واحدة تنجم تعملوا في الدار. اول حاجة باش نعملوا الشحور متاعنا. الكونتيتي اللي باش نعملها جوست باش تزيلي اليويو اللي باش نطيبوا اكاهو، معناتها مش باش يفضل لي. اللي يحب يقعد له شحور يضاعف الكونتيتي فوا 2 فوا 3، اما بنفس الطريقة. كيما تراو اخذيت 2 كيسين سكر، عليهم 2 كيسين ماء، وشطر كعبة قارص باش نعصرها، نفرغ منها الماء بالكدي اللي فيها، ومن بعديكا باش نرمي شطر كعبة القارص تطيب مع الشحور، ونخليهم يطيبوا مدة. نخلطوهم بالكدا ساعة قبل ما نحط انا على النار، ديما شحور نخلطو نحركو بالمغرفة باش ما يسكر ليش. انا هكا مستانسة بيه، وكيما تراو حطيت شطر كعبة القارص، وتوا باش نخليه يطيب مدة 10 دقايق، جوست 10 دقايق هكاكا بالحساب. وكان الكونتيتي اكثر تنجموا تزيدوا تخليوه 15 دقيقه. كيما تراو الكونتيتي نتاع الشحور غلي بالكدا، 10 دقائق تعديو. توا باش نفرغوا في صحفه باش نخليه يبرد، ومن بعد ما يطيب اليويو باش نشحروا بيه. توا باش نتعداو لطريقه تحضير اليويو. عجينه اليويو نتاعنا، خذيت 3 كعبات عظم، ساشي سكر فاني، 100 غرام سكر، و100 غرام حليب، 100 غرام زيت، ساشي خميرة مرتبات، وفارينة باش نستعمل منها كونتيتي حكاية 700 غرام اكاهو. انتي عينك ميزانك. اول حاجة باش نحط 3 كعبات عظم، نحط معها سكر فاني والسكر، ونقعد نركزهم اللين يضاعف الكونتيتي متاعها. وتنجموا زاده تخلطوها بالفوي العادي، معناتها في شقاله ولا في صحفه كبيره، وتخلطوا بيديكم بالفوي، تخلطوهم لين يذوب السكر في وسط العظم. وكهو معناتها مستحقش ما انا بحكم عندي الروبو نحط كل شيء مع بعض ويقعد معناتها ينقص لي تعب وكهو. مي سينو باليد تنجم زاده تخدم عادي، ويا باليد كما قلت لكم، يا معناتها بالفوي الكتريك العاديه. وكهو كيما تراو هوني ضعف الحجم تاع العظم والسكر، وذيب معناتها اهم حاجه يذوب لي السكر في وسط العظم. وزدت الزيت والحليب وكملت ركضتهم بالكدا. وتوا باش نزيد كونتيتي الفارينه، قلت لكم كيما قلت لكم حكايه 700 غرام فارينه، وبدلت الفوي هذيا نحيتها وحطيت اللي تعجن، وخليتها تتعجن تتلم، جوست لمين تتلم العجينه في بعضها وكهو. ونخليها من بعديكا ترتاح، نغطيها حكايه نص ساعه نخليها ترتاح، ومن بعد نبدا نخدم فيها. وتوا حطيت على الرخامة شوية فارينة باش ما تلصقليش في البلان دو ترافاي العجينة. وسينو تنجموا تحطوا بابي كويسون تحتها وفوقها وتحلوا بالقلقال كيما تراو فيها، باش نحلها العجينة جيدة ماهيش خشينة 1 سنتيمتر، جوست معناتها خاطر هي بالخميرة تتنفش فيسع في الزيت. وكيما تراو فيها قديش العلو متاعها. توا باش ناخو كيس ولا اي حاجه الكبر اللي تحبوا عليه، وتطبعوا كيف ما هكا، ومن بعديكا تنقبوها بحاجه بستيلو، معناتها بحاجه تستعملوه بامبورت بيس اي حاجه. المهم تعملوا كالنقبه في الوسط، وتخليوا الزيت يسخن يحمى بالكدا بالكدا بالكدا. ومن بعديكا تحطوا تشكلوا كعبة اليويو كيما هكايا، كيما قلت لكم الكبر اللي تحبوا عليه، ومن بعديكا نحطوهم يتقلوا في وسط الزيت، يبدا سخون بالكدا بالكدا باش يطيب لكم من داخل ومن برا.
طيبتهم الشيرة الملوطة، حسيتهم حماروا أكثر من اللازم، وتوا باش نقلبهم، بتيت عليهم والكل مش مشكل، باش نقلبهم ومن بعديكا نخليهم يطيبوا بالكدا كيما تراو، نجيب صحفة الشحور متاعي ونحطهم يتشحروا بالشيرة هذيك، ومن بعد نقلبهم يزيدوا يشربوا الشحور بالكدا باش تجينا راوية من برا ومن داخل تكون شايحة وبنينة، ما تكونش معناتها كشاربة شاربة شحور معناتها بالكدا اللي تحس روحك تاكل في الشحور مش في اليويو. بعديك نحطهم في حاجة يقعدوا معناتها يتسقطروا من الشحور، ومن بعديك نعاود نخرجهم نحطهم في بلا والا في حاجة أخرى. هذه هي كانت الرسالة متاع اليويو متاعنا اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وتجربوها، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو غدوة ان شاء الله بقدرة ربي. تحلية جديدة لسهرية رمضان بنينة ونجم نعديو بها السهرية وإلا نسحروا بها. طبعا نخليكم ما تنساوش الاشتراك والجيم وتشجعوني باش كل يوم نهبط لكم رسالة جديدة بنينة وسهلة كالعادة. طبعا نخليكم باي باي بسلامة.